أهلا وسهلا بكم البنات من جديد، فيديو جديد في القناة ومرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو راح نشارك معكم العمل اللي أي مبتدئة لازم تخدمه في البداية. فيه عدة فوائد البنات، منها تمشي يدها في الماشينة، منها مشروع، ومنها توالف بالقص. هو شوشو نتاع الشعر. عندي هنا قطعة قماش مطوية على 2، كما شفتوا قستها لكم، فيها تقريبا 56 سنتيمتر، هي مطوية على 2. ونحتاج لاستيك درت فيه 30 سنتيمتر. هذه الشوشو حجمها شوية كبير على الموديل اللي عملته في السابق. شوفوا هذيك الجهة راهي مغلقة، وهنا عندي مفتوحة، كما قلت لكم راهي مطوية على 2. راح نقلبها هكذا الوجه على الوجه، وراح نغلقها. هنا راح نغلق هذا الجزء، نخيطها. اذا راح نخيطها. القياسات اللي عملتها لكم في الفيديو السابق كانت قياسات اقل من هذه، وبما انه عندي هذه القطعه تاع القماش طويله، قلت ما نضيعهاش ونخليها كما راهي، ونشوف كيفاش راح يجي حجمها. وجات روعه البنات. اللي راهم يديروا في المشاريع ينوعوا في الاحجام، ما يديروش حجم واحد فقط. واكيد ثمن البيع رايح يتغير، كل حجم عنده ثمن البيع نتاعو. هذه هي القطعه نتاعي، راني غلقتها، اذا راح تكون لي مغلوقه في الجانبين. قلت لكم تقريبا طولها 56 سنتيمتر وهي مطويه. نجيب كذلك لاستيك اللي طوله 30 سنتيمتر، ورايحه كذلك نخيطه، نغلقه هكذا. لكن نفس الطريقة اللي درتها لكم في السابق، نعتمدها دائما البنات، لأنه سهلة وما فيهاش تعقيدات كما تشوفوا. تبعوا فقط الخطوات. صاي هنايا غلقنا لاستيك وغلقنا القطعة نتاعنا. واش راح نديروا الآن؟ شوفوا، راح نفتحها هكذا، نجي هنا في الوسط في المنتصف، ونبدأ نلم فيها. نقص هذو الزيادات الخيوط، نجي هنا في الوسط ونبدأ نجمع هكذا في الوسط كما موضح في الفيديو. هكذا جمعتها في الوسط. نجيب لاستيك هو شكله دائري، راح ندخلها لداخل هكذا. راح نستعين بإبرة ولا بليزي بانجل باش نحكمه فقط هنايا، ما يتحرك ليش، وبحيث انها تقسم لي الجزء العلوي مع الجزء السفلي لتحت. نجيب إبرة ندخلها هكذا، صاي حكمت لي شغل، قسمتها الجزء السفلي على العلوي. نجيب هنايا الخياطة وين خيط وجمعت القطعتين، ولتحت كذلك نجيب وين خيط، نحطهم هكذا مع بعضهم. نطوي هذيك نصف سنتيمتر، ونطوي هذه نصف سنتيمتر، نحطهم على بعضهم هكذا ونخيط. وعلاش بديت ثم البنات؟ باش تكون الخياطة تكون صحيحة، ما تكونش كاينه زياده ولا نقصان، ولا هكذا تكون افضل. تعودي عارفه منين بديتي الخياطه مع الخياطه. ونخيطوا على بعد تقريبا نصف سنتيمتر، ما ديروهاش خشينه. واللي حبت تشوف القياسات نتاع الشوشوات اللي درتها في السابق، تدخل للقناه فقط، تلقى مجموعه من المشاريع المصغره نتاع المبتدئات. انا هذه كانت اول حاجه نديرها باش نتعلم البنات نخيط على خط مستقيم. راح تساعدك كثيرا في الخياطه. نفضل انك تبداي هذه الامور السهله والبسيطه اللي تخليك تعرفي تخيطي هكذا على استقامه، ما تعوجيش الخط، تكتشفي الماكينه الخياطه تاعك، فتبداي بهذو الاشياء مليحه. هذو المآزر، طبليات، المناديل، لي سيرفيات، هذو كامل يخلونا نتعلموا نخيطوا.
اذا كما راكم تشوفوا البنات راني نطوي ونخيط في نفس الوقت. شوفوا التحتانية نطويها نصف سنتيمتر هكذا، شوفوا نطوي ونزيد نجيب الجزء العلوي ونطويه كذلك نصف سنتيمتر ونحطهم هكذا على بعضهم ونخيط على بعد 1 مليمتر. بهذه الطريقة ثاني البنات تعلمي انك تخيطي على بعد 1 سنتيمتر على بعد 1 مليمتر. هذا يخلونا ندربوا على هذه الاشياء. انا صراحة يعني فادوني وما درتهمش صراحة كمشروع، ولكن خدمتهم يعني ليا، فكانت يعني فادتني كثيرا. ونستمر هكذا البنات نطوي نصف سنتيمتر من التحت ونصف من الفوق ونحطهم على بعضهم ونخيطوا على بعد 1 مليمتر كما راه موضح في الفيديو. وتكملوا كامل الاخر. وكما حكمنا لاستيك يعني من بالابره راح يخليكم يعني الجزء العلوي والسفلي يكون واضح. نكمل بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الدائرة، لأنها على شكل دائرة. نطوي 1 أو نصف سنتيمتر من الأسفل ونصف من الأعلى ونكمل نخيط. وما تنساوش هنايا البنات الإبرة تنساوهاش لداخل كي توصلوها، يعني تفكروا باش تنحوها. هنا راني تقريبا وصلت للنهاية، راني مكملة البنات غير بالعقل راني ماشية معاها، خاصة اذا دايرينها مشروع البنات اخدموها باتقان. نزيد نعاود نوري لكم البنات. شوفوا نطوي نصف سنتيمتر ونزيد نصف من الاعلى يعني الجزء العلوي ونمشي ونخيط. راني وصلت للنهاية تقريبا. شوفوا نكملها معكم. اللي وصلت معايا لهذا الحد يعني من الفيديو نتمنى تكون من المشتركات وتخلوا لي تعليقات محفزة البنات، اقترحوا عليا اعمال للمبتدئات باش نخدمهم ونشاركها معكم، يعني باش تشوفوا اعمال بعضنا هنايا في القناة. هنا وصلت للنهاية. شوفوا ما تنساوش نحو هذه الخيوط وننظفوها. الان نكمل نغلق الشوشو نتاعنا. كما قلت لكم جا حجمها يعني هاي البنات، احسن ما ديريها صغيره فما تقدريش تدوريها مرتين يعني. مهم نكمل ندير بوان داري. وهنايا البنات انا حبيت اني نزيد ندير عليها يعني نزيد ندور فوق الخياطه هذيك مره اخرى، فقط باش نزيد نثبت الخياطه مليح، يعني اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، انا فقط حبيت نثبتها مليح. وننظف الخيوط الزائده. وهذا هو شكلها البنات وحجمها بالنسبه للقياسات اللي درناها في بدايه الفيديو. شوفوا تقدروا كما قلت لكم تقدروا تلويوها مرتين، حجمها مليح وتجي هايله، خاصه اذا درتوها بالساتان راح تجي هايله البنات. نعاود نعطيكم القياسات. تقريبا طول القطعه تاع القماش ديروا فيها 112 ولاستيك 30. وهذه هي الخياطه اللي عملناها، تجي خياطه رقيقه. وان شاء الله نشارك معكم ايضا موديلات اخرى نستخدموا فيها يعني دونتيل، نستخدموا فيها اشياء اخرى باش نتعلموا البنات مع بعضنا. واللي راهي مش مشتركه في القناه نتمنى تشترك باش يوصلها كل جديد القناه.
ديروا جيم للفيديو إذا عجبكم طبعا. هذه هي راني نوريلكم فيها، يعني حاجة بسيطة للمبتدئات، حتى كاين بنات صغار يعني راهم يتعلموا في الخياطة، يعني يبداو بهذه الأمور الصغيرة. إن شاء الله تعجبكم الفيديو، ونلتقي إن شاء الله في أعمال أخرى وفيديوهات أخرى، ومع السلامة.